اول ما يبقى في عاصفة وشتاء وبرق ورعد يبقى الاكلة الرسمية العدس، بس احنا هنعمله بطريقة حلوة وسهلة وبسيطة ومش هتاخد منك وقت، وهقولك على كل التريكات اللي يطلع معاكو زي ما انتوا شايفين كده بالظبط، وهقول لكم ممكن تعملوه بنوعين كمان واحنا شغالين كده هنقول. ما تنسوش اللايك الجميل اللي زيكم وكومنتاتكم الحلوة، وتشتركوا في القناة لو اول مرة تشوفوني، وما تنسوش تقولولي بتتابعوني من اي بلد. تعالوا نشوف عملناه ازاي. معايا ميه مغليه زي ما انتوا شايفين ملهاش مقدار معين، ومعايا بقى الخضار جزر وبصل وطماطم، ومعايا العدس. ما كانش عندي كميه كبيره عشان كده عملته بالمكرونه. انا عملته معاكم بكذا طريقه قبل كده، بس انا عايزاكم تقولوا لي طريقتكم ايه، لان هو في ناس بتعمله بالبصله وفي ناس بتعمله بالثومه وفي ناس بتعمله بالاتنين. قولوا لي بقى في الكومنتات انتوا اي طريقه بتعملوه بيها، وعندكم في بلدكم بتسموه عدس زينا برضو ولا ايه؟ هسيبه بقى كل الخضار يستوى كويس قوي زي ما انتوا شايفين. بالهاند بلندر بقى تضربوه او في الخلاط، بس سيبوه يهدى معاكم شويه، او في الكبه مفيش اي مشاكل، بس اضربوه كويس قوي. اهم حاجه تسيبوا الخضار يستوى. طالما الخضار استوى معاكم كويس قوي واكتر الجزر هيتضرب معاكم بمنتهى السهوله. ضربته كده وزي ما انتوا شايفين كان بصراحه خطير، من الاكلات الجميله الشعبيه طبعا اللي هي تحفه جدا، بتدفي جدا في الشتاء. معايا مكرونه شعريه حمرتها في حتة سمنة زي ما انتوا شايفين تمام، وحطيتها على العدس. ممكن تحطوا مكرونة لسان العصفور كمان هتبقى حلوة قوي، لو ما فيش شعرية تحطوا مكرونة لسان العصفور. العدس ما بياخدش بهارات كتير، هنحط ملح، هقلب بس المكرونة عشان ما تكلكعش معايا. هحط كمون، طبعا اساس العدس الكمون، وشطة حاجة بسيطة ممكن تستغنوا عنها. انا ما بحطش اي بهارات تانية على العدس. انتوا ممكن تحطوا كزبرة لو انتوا حابين، ممكن تحطوا فلفل اسود لو انتوا حابين، بس انا دي البهارات اللي انا بحطها. انا زودت بس شوية مية عشان المكرونة لسه هتستوى معايا. هسيبها بقى تستوى معايا زي ما انتوا شايفين. وكنت هنا محمرة بصلة بالسمنه البلدي، هتوديها في حته تانية، بس الماده الدهنيه دي ترجع لك. زي ما قلت لكم في ناس بقى تعمل الطشه دي التومه، وفي ناس بتعملها بالبصله، وفي ناس بتعملها بالاتنين، وفي ناس اصلا بتحط توم مع الخضار في الاول. بس انا بصراحه جربتها بالتومه ما عجبتنيش خالص. احنا من الفئه بتاعه البصله بتبقى خفيف وجميل. بصوا كده تمام قوي معايا، وبقى جاهز معايا، واحلى عدس ممكن تاكلوه في حياتكم. بالف هنا عليكم وعلينا وعلى كل اللي اكل منها. هو كده جاهز معايا. هنعمل بقى جنبه فلفل وبتنجان، عملته معاكم بطريقتين قبل كده، هسيبه لكم في اول كومنت مثبت. عايزاكم تقولوا لي بقى لما الدنيا بتشتي او بتمطر عندكم بتاكلوا ايه. في ناس طبعا بتاكل عدس زي كده، وفي ناس طبعا ربنا يديها الصحه بتعمل بقى محشي وهيصه بقى بألف هنا عليكم، وربنا يديكم الصحه والعافيه، وتعملوا كل حاجه حلوه لاولادكم. انا هنا كنت خلصت الفلفل والبتنجان وعملت له الدقه زي ما قلت لكم. عملت معاكم الفلفل والبتنجان بطريقتين، ليهم فيديو لوحده هسيبه لكم ان شاء الله، او ارجعوا بالفيديوهات هتلاقوهم ان شاء الله. قولوا لي برضو بتعملوها بالصلصه ولا بالطماطم القطع زي ما انا عاملاها كده. جربوا الطريقه دي تحفه. قولوا لي بقى انتوا زي كده بتحبوا الاكلات الشعبيه اللي هي بالعيش، ولا بتحبوا اكتر الرز والطبيخ والخضار عامه، او اللحوم والفراخ وكده؟ انتوا من انهي شعبيه؟ انا بصراحه بميل اكتر للاكلات اللي هي الشعبي اللي هي بالعيش. اكلات بالعيش زي ما احنا بنقول عندنا. من احلى الفلفل والبتنجان بالطريقه دي اللي هتاكلوها. جربوا وارجعوا قولوا لي. تعالوا بقى شوف العدس بتاعي تحفه يا جماعه. هي المكرونه طلعت زي ده شويه بس قشطه عادي يعني، تاكل وبألف هنا. كان خطير. طبعا الجو ده عايز الاكلات اللي هي دي اللي بتدفي. كنت سايبه كده بصله من اللي انا كنت محمراها عشان تزيين يعني من على الوش. ممكن ما تعملوش الخطوه دي براحتكم، زي ما قلت لكم انتوا ممكن تعملوها بدل المكرونه الشعريه تعملوا مكرونه لسان العصفور، هتبقى حلوه برده وان شاء الله ابقى اعملها معاكم. وكنت كده محمره طبق بطاطس كنت عاملاه في القلايه الهوائيه. ارجعوا شوفوا كل تجارب القلايه هتعجبكم ان شاء الله، وقولوا لي اتغديتوا ايه النهارده، وهستنى رايكم في فيديو ايه النهارده. متنسوش اللايك الجميل اللي زيكم وكومنتاتكم الحلوه، واشوفكم في فيديو جديد. مع السلامه.